كل الأعمال اللي عملها المسيح له المجد بجسد بشريتنا هو لحسابنا، وبالتالي صعود المسيح بجسدنا لأجلنا هو تتويج لعملية الفداء. سيد المسيح صعد للسماء بجسدنا وتتويج للفداء. كل الأديان الأخرى بتحاول تطلع الإنسان من تحت لفوق، وده بيني وبينكم صعب قوي على الإنسان الطبيعي قوي. المسيحية بقى حاجة جميلة قوي. الله نزل إيه؟ نزل إلينا، عاش وسطينا، فدانا، بررنا، ثم أصعدنا معه إلى السماء. يعني مش إحنا اللي هنطلع له، لا، هو نزل بقى إيه؟ خدنا إيه؟ خدنا معه. وده فرق جوهري بين المسيحية وبقية الأديان. بقية الأديان بتحاول تطلع الإنسان، تتسامى بالإنسان، عايزة تطلعه لفوق، يقرب من ربنا. محاولات حلوة بس فعلا صعب شوية قوي. المسيح بقى عندنا هو اللي إيه؟ هو اللي نزل. عظيم سر التقوى، الله ظهر في الجسد، نزل وخدنا معاه وطلعنا فين؟ فوق تاني إلى الآب، وهو صعد بجسدنا في الجراحات ليكون شفيعا لنا أمام الله الآب. المعنى الروحي لصعود المسيح هو دعوة لينا أن نصعد نحن أيضا، يعني نرتفع فوق مستوى الأرض والتراب والأمور الزمنية ونتطلع بقلوبنا إلى المسيح. بولس لأنه صعد بفكره وبقلبه للسماء قال كده: خسرت كل الأشياء أحسبها نفاية. هو ده الصعود بالمعنى الروحي، إن أنا فكري وقلبي وعقلي وشيء تبقى فين؟ هنا تبقى فوق. مفيش حاجة على الأرض تزعلني أبدا. أبقى إيه اللي يزعلني على الأرض؟ حط المسيح في كفة، حط حاجة على الأرض خسرتها. ليه؟ المسيح هو إيه؟ هو الحياة، هو الربح. هو ده المعنى الروحي للصعود، إن أنا أصعد بفكري وبعقلي وما أخليش الأمور الأرضية أبدا تشدني وتحرمني من نصيبي في السماء.